هل انت حلو. سامع كويس والهوا وكده ولا مش سامع كويس؟ لا، سامع كويس وسامع بسيطة، ما يعني حاجات بسيطة قوي اللي بسمعها من حواليك. وتاني حاجة الصوت بس تحس ان هو بعيد سيكا، عارف انت المايك مش قوي، اللي هو تحس ان مايك الموبايل، فاهم يعني، باين ان انت بتتكلم من سماعة بعيدة شوية. اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنشرح الواوي 6 اي. انا مش بهاجم السماعه زي ما قلت في الريل، انا قلت ان انا عندي كونسيرن على شويه حاجات مش عجباني. في حاجات كتير جدا انا بدفع 4000 جنيه عشان اخد كواليتي، اخد كواليتي صوت واخد امكانيات. بالنسبه للامكانيات فالسماعه حقيقي ما اثرتش معانا. امكانيات تاتش ابلكيشن تعرف تظبط عليها حاجات، نويز كانسلنج 3، يعني فيها شويه حاجات هشرحها لك بالتفصيل. لكن مكالمات السماعه كانت تجربتها سيئه بالنسبه لي. انا واحد بيجرب سماعات كتير وساعات كتير، فاقدر احكم انا هدفع 4000 جنيه فعلا في حاجه تستحق ولا انا بهدر فلوس. ما ينفعش النهارده سماعه زي دي ب 4000 جنيه يقول لي ان هي بتقعد 35 ساعه بس. معلش، انا ممكن اجيب الاورايمو ب 500 جنيه بتقعد 40 ساعه. يعني فاهم قصدي؟ طبعا مش هيبقى اكيوريت ال 40 ساعه. لو 35 ودي 38 انا دافع فلوس علشان اخد كواليتي او سبيكس او مكالمات. تمام كده؟ فده ما كانش موجود بالنسبه لي في تجربه الصوت، وهخليك تسمع تجربه الصوت في الفيديو وتحكم بنفسك هل هي تستحق الرقم ده او لا. بس خلينا الاول نتكلم عن الشكل والتصميم. طبعا هم ما عملوش اي تغيير عن الفايف. السماعه زي ما هي نفس الكواليتي، برضو الاسود بتاع المط هو اللي قابل مضاد للخدش، لكن الابيض بص من اقل استخدام فيه خدش خفيف هنا كده، مش عارف هيبان ولا لا. عشان بس استخدمتها اسبوع فكنت بحطها كده على مكتب او على حاجه، كانت سماعه بتتخدش مني. لكن خليني اقول لك الحاجات بقى اللي جايه معاها ايه. الكتالوج معاها تبات، معاها الشاحن، كل ده محترم جدا ولطيف جدا. السماعات الرخيصه برضو يعني اورايمو عاملاها في السماعه 330، يعني مش بيج ديل. فخلينا نخش على المواصفات. يقال ان السماعه دي هاي ريز اوديو، بس انا حقيقه مع التجربه بتاعتها ما حسيتش بده. بس خليني اقول لك حاجه، انا اتمنى ان ده يكون تجربتي انا الشخصيه. اتمنى ان حد يخش في الكومنت يقول لي انا اشتريت السماعه والسماعه هايله جدا ومرضيه معايا في المكالمات. ممكن تكون دي كان السوفت وير فيه مشكله، بس هو لو فيه مشكله انا هعرفه. يعني هلاقي السماعه فيه واحده واطيه واحده عاليه، هلاقي مثلا في مشكله في السماعه نفسها، لكن مش هيكون في المايكات بتاعتها. يعني خلينا متفقين مش هيكون في المايكات بتاعه السماعه. طيب ثبات السماعه ممتاز، الوزن والشكل بتاعها تقريبا ما اختلفش عن الفايف، حاجات بسيطه جدا لا تذكر. فيها كذا وضع على الابلكيشن للصوت زي البيز والكلام ده، وفيها اكتيف نويز كانسلنج 3 اوضاع، وده حقيقي ممتاز جدا. فيها فعلا فيها عزل محترم جدا. طيب الاكتيف نويز كانسلنج اللي فيها اسمه اكتيف نويز كانسلنج 3. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل الضوضاء بنسبه 27 ديسيبل، اللي هو اصلا الضوضاء في العادي من 22 لحد 35 ده في الزحمه. فان هي تقلل 27% منه او 27 ديسيبل بتعزلهم، فده بالنسبه لي ممتاز واديها 10 من 10. طيب بيقول لك ان البطاريه بتاعتها بتقعد، السماعه الواحده بتقعد 8 ساعات. ده بقى اللي انا بتكلم عليه. سماعه زي الاورايمو ال 330 مثلا بتقعد 8 ساعات الفرده الواحده او 7 ساعات زيها. يعني انا دافع 4000 جنيه فاهم، مش 500 جنيه. بس خلينا نقول ان هي بتقعد 8 ساعات اكيوريت. وطبعا ده على حسب انت مشغل النويز كانسلنج او لا. لو مشغل النويز كانسلنج مش تديك 8 ساعات، ممكن تديك 4 و5 و6 يعني. ده مش اكيد. السماعه نفسها بتقعد معاك 35 ساعه، انت ممكن تشحن السماعه تقريبا 3 مرات جوه الكيس. وطبعا بيقول لك الفاست تشارجنج ان هي 10 دقائق بيدي لك 4 ساعات استخدام. بالنسبه للمايكات فهي 6 مايك. وبما اننا وصلنا عند الجزء الخاص بالمايكات فتعال نسمع مكالمه مسجله بال6 اي وانا في الشارع واحكم بنفسك. اسلام، ايه يا حبيبي؟ بقول لك إيه يا اسلام، دلوقتي انا بجرب السماعه اللي هي الهواوي ال 6 اي. عايز اعرف تمام. انت سامعني كويس؟ انا بص، انا فاتح الشباك بتاع العربيه وماشي على طريق مفتوح ما فيهوش زحمه. هل انت حلو. سامع كويس والهوا وكده ولا مش سامع كويس؟ لا، سامع كويس وسامع بسيطة، ما يعني حاجات بسيطة قوي اللي بسمعها من حواليك. وتاني حاجة الصوت بس تحس ان هو بعيد سيكا، عارف انت المايك مش قوي، اللي هو تحس ان مايك الموبايل، فاهم يعني، باين ان انت بتتكلم من سماعة بعيدة شوية، بص انا كده مش فتحت سماعة كواليتي عالية قوي. الازاز على الاخر، انت سامع حاجه؟ اه، سامع شوية، بس يعني اقدر حاجات بسيطة اتكلم يعني، معاك بس مش مغلوشة على صوتك، فاهم. يعني انت اقدر اتكلم معاك مكالمه واحكي لك حاجه ولا هتكتب في اه عادي جدا، هتحكي لي عادي وتتكلم معايا عادي. اديها كام الهواوي 6 اي؟ اديها كام في المية؟ 6 من 10 مثلا؟ 6 بالكتير، 6 7 بالكتير قوي. شكرا. حبيبي، سلام.
طبعا بعد ما سمعت انت كده عرفت انا كنت معترض على ايه، فهمت وجهه نظري انا ليه معترض ان ادفع 4000 جنيه في سماعه ب6 مايك وفيها ANC 3 وفيها كل الحركات الجميله دي، وفي الاخر جوده الصوت بالشكل ده. بتيجي IPX 54 وكمان بتشتغل على جهازين، ودي حاجه تحسب ليها، نقطه ليها طبعا، ان هي بتشتغل على 2 جهاز مع بعض. طبعا هتدوس دوسه طويله على السماعه هتديك الاكتيف نويز كانسلنج، هتدوس ضغطتين هتلغيه. طيب بتعلي الصوت وتوطي الصوت ازاي بقى؟ ده بقى اللي كان عندي مبهر بالنسبه لي. بتعلي الصوت بالتاتش فوق وتحت. طبعا ده سماعات كتير كانت منزلاه زمان زي انكر، ودي مش تكنولوجي جديده ولا حاجه، بس انا كشخص كيوزر بستخدم سماعات، بالنسبه لي ده اسهل من ان انا اروح على الموبايل ممكن يبقى بعيد على الشاحن، فانا عايز ان انا اكونترول في الميوزك اللي شغاله، حد بيتكلم جنبي زي الكليب كده كان فيها بالايماءه، مجرد بس ما بلف دماغي او بكلم حد او بقول له كده، يعني مجرد ما بتحرك بيوقف او بيوطي الصوت شويه عشان اسمع. فبالنسبه لي ان هو اقدر اتحكم في الصوت بالتاتش، ده بالنسبه لي ممتاز جدا. المزامنه بتاعت السماعه هايله جدا، مزامنه هايله جدا مع الالعاب والجيمنج مود، ما فيهاش اي مشكله خالص. بتيجي بمدخل تايب سي للشحن وزرار الريسيت في الجنب. ده باختصار شرح سريع للسماعه الواوي ال6 اي بكل محتوياتها ورأيي فيها باختصار. طبعا انا ما حبيتش اطول عليك الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف الفيديوهات التانية.